خلي وياكم أقرأ بعض فتاوى الفقهاء فيما قلناه. ما حكم من تحققت لديه الاستطاعة وكان جاهلا بها أو غافلا إلى أن زالت؟ هذا الكلام اللي قلناه عن الاستطاعة مر، لكن بعدين زالت الاستطاعة، خلصت، كانت سنين خصبة ردت جت سنين عجاف وضيع ذيك الاستطاعة، راح ديور، راح سفر ثاني وضيع الاستطاعة. ما حكم من تحققت؟ قلنا يجب أن يتحفظ على القدرة المالية، ما يروح يصرفها في أمور أخرى، يرجح مستحب على واجب. ما حكم من تحققت لديه الاستطاعة وكان جاهلا بها أو غافلا إلى أن زالت؟ سيد الإمام الخميني والخامنئي يقولون وجب الحج في ذمته مطلقا بدون تفصيل، بعد جاهل قاصر جاهل مقصر ما عندهم التفصيل. سيد الخامنئي والخميني لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به أو غافلا عنه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم، استقر عليه وجوب الحج مع حصول باقي الشرائط مطلقا، ما يفرقون بين قاصر وبين مقصر. السستاني، سيد السستاني حفظه الله، يقول يجب الحج بالتقصير لا بالقصور. يعني ويش؟ يعني يجب الحج إذا كان جهله نابعا من تقصير، اللي قلنا اللي ما يبغى يتعلم ولا شيء هذا خلاص استقر وجوب الحج في ذمته. أما إذا قلنا عن قصور لا، ما وجب الحج في ذمته. زين الدين يجب إذا كان التلف للمال عن تقصير مو عن قصور، وكذلك الغفلة. ويشكل وجوب الحج مع اعتقاد عدم بلوغ المال. واحد معتقد أن ماله ما وصل كفاية يحج به، مطمئن لهذا، لكن هو في الحقيقة لا يكفي، بعدين اكتشف. هل وجب الحج عليه هذا اللي كان معتقد أن مال اللي في يده ما يكفي للحج، لكن في الحقيقة كان يكفي، ما اكتشف إلا بعد انتهاء الموسم؟ يقول إشكال هنا، يجب أو ما يجب، عنده إشكال. لما الفقيه عنده إشكال يعني ما عنده فتوى، يعني على اللي قلده أن نرجع إلى فقيه آخر في هذه المسألة. ويشكل مع اعتقاد عدم بلوغ المال، ويشكل مع الغفلة التي يعذر فيها. يعني ايش؟ غفلة عن قصور مو تقصير، يسقط عنا وجوب الحج، يقول فيه إشكال. وقلنا بعض الفقهاء عنده مطلقا مثل السيد الخميني والخامنئي، سواء عن قصور أو تقصير يجب الحج. السيد السستاني يقول إذا عن قصور لا يجب الحج، وإذا عن تقصير وجب الحج في ذمته. السيد الخوئي لا يجب مع اعتقاد عدم بلوغ المال. كان يعتقد أن الفلوس اللي عنده ما تكفي، حتى لو في الحقيقة كانت تكفي، لكن اعتقاده أن ما تكفي. يقول لا يجب حين مع اعتقاد عدم بلوغ المال. ولا يجب إذا كان غافلا عن بلوغه، ولا يجب إذا كان غافلا عن وجوب الحج، لكن غفلته عن عذر، عن ويش؟ عن قصور. أما إذا عن تقصير لا، غير معذور. الشيرازي، سيد محمد الشيرازي يقول لا يجب، ما يجب. لو واحد مرت عليه استطاعة غافل عنها وجاهل بها
مطلقا لا يجب في ذمته الحج. السيد صادق الشيرازي لا يجب مع القصور ويجب مع التقصير، مثل رأي السيد السيستاني. زين عندنا مسألة مهمة. لو واحد اقترض للحج، أخذ قرض من أجل أن يحج به. السيد الخميني والشيرازيان سيد محمد سيد صادق لا، الاقتراض للحج لا يحقق الاستطاعة المالية، فلو حج بمال مقترض لا يجزيه عن حج الإسلام. هذا رأي منه؟ السيد الخميني والسيد محمد الشيرازي والسيد صادق. أما الخامنئي لو تدين مع سهولة الأداء فقد وجب الحج عليه، خلاف رأي السيد الخميني. الخامنئي عنده لو واحد تدين اقترض من أجل الحج لكن سهل أن يسدد هذا الدين، مو صعب عليه، ما في مشقة، يرجع من الحج ويسدد عادي. السيد الخامنئي طبعا وياهم الشيخ الوحيد أيضا لو تدين مع سهولة الأداء فقد وجب الحج عليه وأجزى عن حج الإسلام، ووافقهم السيد فضل الله أيضا على هذا الرأي. السيد الخوئي زين الدين الشيخ يوسف العصفور إذا اقترض وكان قادرا، سيد الخوئي زين الدين الشيخ يوسف إذا اقترض وكان قادرا على وفائه بعد ذلك فقد وجب الحج عليه. عندنا اثنين إذن أو ثلاثة من المراجع. الحج بمال مقترض من أجل الحج لا يجزي عن حج الإسلام، سيد الخميني والشيرازيان سيد محمد. البقية لا يجزي ما دام قادر يسدد القرض بسهولة ما في عسر. زين بقية عندهم يجزي. الخوئي زين الدين، شيخ يوسف الخامنئي. نعم. أما السيد السيستاني والشيخ حسين اثنينهم عندهم ويش ما يجزي لو اقترض مال وما عنده مال آخر يغطي قيمة الدين وقيمة الحج، ويقلد السيد السيستاني أو شيخ حسين يقول له هذا حجك ما يجزي عن حج الإسلام. هالمسألة يتفرع منها مسألة أخرى، وهي مسألة تخص أصحاب الديون اللي عليهم ديون، ماخذين قروض مو لازم للحج، ماخذ قرض يبني بيت، ماخذ قرض يشتري سيارة، ماخذ قرض لغرض آخر، مشكل لعلاج أو غيره، يسدد إلى البنك أقساط كما هو الغالب. اللي عليهم ديون والآن عنده فيده مال يكفي يروح الحج ويسدد أقساط، يشتغل بيرجع على عمله ويقطعوا من الراتب. هذا لو حج اللي عليه ديون قادر على تسديدها وما عنده أي مشقة، الآن يملك ما يستطيع به الحج. صحيح ما عنده مال يغطي كل الدين، لأن الدين يغطي يسدد أقساط، يشتغل ويسدد. أغلب الفقهاء يقولون ما دام قادر على تسديد الدين والآن ملك ما يستطيع به الحج، إذا حج يجزي عن حج الإسلام. عدا السيد السيستاني والشيخ حسين، عدا السيد السيستاني والشيخ حسين. ما دام اللي يقلد السيد السيستاني والشيخ حسين عليه دين ولا عنده مال، افرض مو مال نقدي لازم، مال قلنا حتى لو عقار له قيمة تغطي الدين أو آليات معينة أو مقتنيات معينة، إذا عنده وتعادل قيمة الدين والحاج هذا خلاص مستطيع. أما إذا لا ما عنده لا ملك ولا مال
يغطي تمام قيمة الدين وتمام قيمة الحج، لكنه يستطيع يسدد بالأقساط. نقول له ما يفيد ما دام تقلد السيد السيستاني وتخلي الشيخ حسين وما عندك مال يغطي قيمة الدين الآن فعلا. وقلنا المال نقصد بالمال النقدي أو المال إيش الملك اللي له قيمة. ما دام ما عندك ما يغطي الدين وقيمة الحج، لو حججت فحجك لا يجزي عن حج الإسلام. يلي تقلد السيد السيستاني والشيخ حسين، هل من مخرج؟ كثير يقلدون السيد السيستاني وعليهم ديون يدفعون أقساط، والآن عندهم مال يقدرون يروحون للحج، يبغون حج يجزي عن حج الإسلام. هل في مخرج أو لا؟ نعم في مخرج. المخرج الفقهاء يقسمون الحج إلى قسمين: إما حج بالملك وإما حج بالبذل. شلون يعني؟ تارة أنت تملك قيمة الحج ونفقاته، وتارة لا، يبذل إليك باذل. شلون يعني يبذل إليك باذل؟ البذل يعني العطاء، البذل يعني الإنفاق. يبذل إليك يعني إيش؟ يعني يقدم إليك ويعطيك. إذا بذل إليك باذل نفقات الحج كلها بما فيها نفقات العيال، نفقات الزاد، نفقات الراحلة الناقلة، وكل نفقات السكن استعاد إليك. إذا بذل إليك باذل مال لتحج به، شرط الاستطاعة المالية يسقط في الحج البذلي. شرط الاستطاعة المالية يسقط، وحينئذ لو بذل إليك باذل مالا لتحج به وحججت به هذا الحج البذلي، حتى ولو كنت غير مستطيع ماليا أجزأ حجك عن حج الإسلام. لكن إذا بذلي إلى حج بذلي مثل وش؟ كان يجيب نفقات الحج إلى صاحب الحملة، يقول له هذه وسيلة من الوسائل، يقول له وهبتك هذا المال بشرط أن تبذل إلي نفقات الحج بما فيها الهدي، لأن الهدي قيمة الهدي على الباذل أيضا. هذه يسمونها الهبة المشروطة. هبة واش؟ مشروطة. إذا قبل قال قبلت خلاص، تجي إلى المقاول أو المفوض من قبله وتقول له وهبتك هذا المبلغ هذا المال بما في قيمة الهدي، وهبتك هذا المال بشرط أن تبذل إلي نفقات الحج. يقول قبلت خلاص. حينئذ حتى لو أنت مديون وتقلد السيد السيستاني أو مديون وتقلد الشيخ حسين، فوش حجك إن شاء الله صحيح ومجزي. مسألة مهمة أخرى وهي أنا مستطيع الآن ماليا ومستطيع بدنيا وأمنيا وسربيا، والعود إلى الكفاية حاصل، كل التفاصيل اللي شرحناها موجودة، لكن أنا ما أخمس. سنين مرت علي غافل أو متغافل عن الخمس. الآن لو بخمس وبطلع الخمس معناه قيمة الحج ويش؟ خلاص راحت. أيهما أقدم؟ الخمس